راح اتخبل يعني هذا وين مخليهن؟ معقولة ما عنده بنية غيري؟ صدق كذب بنتي، ما يصير هيك ماما. هذاك يوم انت حتى على السيارة طلعت نبشتيها نبش. ايش اسوي يعني يا عم غير اريد احافظ على رجلي وبيتي؟ راح يخبطني التليفون هذا، خليه بالمكان ارجع القاه ماكو. تليفوني وين؟ هذا عندش تليفون؟ طنيه. تليفونك؟ شو اسوي بيه؟ اريد اطلع يعني شو اسوي بيه؟ بعدين شو وقت تبي من هاي السالفه مال التليفون؟ اخليه بمكان اجي القاه عندك وتخليني ادور عليه. بس عيني قبل ما تطلع اخذ ابنك وياك، لان ما يخليني اشتغل، داري انظف البيت. ماشي ابويا ماشي، انا راح اروح اشغل السياره، خليه يجيني قاعد انتظر. اوكي تمام. ماشي ماما، مثل ما وصيتك، اخاف عنده تليفون ثاني يخابر احد قدامك، شي يصير تجي تقول لي تمام؟ يلا ماما. بنتي ما يصير هيك، انت راح تخربين بيتك بيدك. اولا ابني ما عنده شيء انا اعرفه. شنو جالس تسوين انت؟ عمه يعني الدنيا بعد ما تتأمن والحذر واجب. تونست اليوم؟ اي والله بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال ماما تعال. يما احكي لي ايش صار ما صار؟ والله ما رحنا اصدقائه، رجعنا مدينة تلعب شوي ورجعنا. متأكد؟ شباب لا ما تنتهيش تبطل بهاي العقليه. بكل علاقه زوجيه اذا ماكو ثقه فتنتهي. انت صدق تحكي له تشاقين، بعدين هذا طفل، هسه انت قاعد تعلميه على امور نفاق، من راح يكبر راح تبقى وياه. العلاقه الزوجيه الناجحه لازم تكون اكو ثقه. انت ليش ثقه ما عندك؟ راح تخربين بيتك. بنتي الحياة الزوجية الناجحة تكون بيها ثقة. بطلي شك وانطي ثقة زوجك وخلي حياتك حلوة.